اسم لامع في عالم كرة القدم، اتميز بسرعته ومهارته الفنية العالية وقدرته على اللعب في مختلف مراكز خط الوسط والجناح سواء اليمين أو الشمال. اشتهر بتمريراته الدقيقة وتسديداته القوية، وكان مصدر خوف دائم لدفاعات الخصوم. أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، ورمز للوفاء نادر وقليل لما بنشوفه في الملاعب. ترك بصمة لا تمحى في عالم كرة القدم، 34 بطولة مع نادي واحد، وأكتر لاعب مشاركة في تاريخ البريمير ليج، وأيضا الأكثر صناعة عشان يفضل اسمه محفور في ذاكرة عشاق الشياطين الحمر إلى الأبد. الجولدن بوي للمايسترو. لو لم تكن ويلزي لكنت أكبر النجوم، لو لم تكن من بلاد الغان الصغيرة المغمورة لكنت أكبر الأساطير. مش ممكن يا راين، من أين لك هذا؟ اتولد راين جوزيف ويلسون في العاصمة كارديف للأم ليان جيجز والأب داني ويلسون، وأخد بعد كده لقب أمه بعد ما انفصل عن أبوه. عاش في كارديف لحد 7 سنين من عمره قبل ما ينتقل لمدينة مانشستر في سنة 81. ووقع أبوه عقد مع نادي سونتس للرجبي، ولكن ما عجبتوش الخطوة دي، على الأقل لأن الأطفال في البلد كانوا بيسخروا من لكنته الويلزية اللي فقدها على طول. بعد كده لعب جيجز الفريق طلاب مدارس انجلترا، الامر اللي ادى الى الشائعه اللي بتقول انه رفض انجلترا من اجل عيون ويلز المنتخب الوطني. طبعا بيشرح راين الموضوع قائلا: لم يكن هناك خيار اخر، لقد لعبت الفريق طلاب مدارس انجلترا لانني ذهبت الى احدى مدارس انجلترا، ولكنني ولدت في ويلز وكذلك امي وابي واجدادي. من الممكن ان اتحدث بلكنه مانشستر ولكني ويلزي حتى النخاع. وفي المدرسة اتعلم السرعة مع التوازن من خلال أبوه اللي كان بيخليه يقف في مباريات كرة القدم في الملعب. وجات فرصته لما اختاروا فريق مانشستر سيتي في واحدة من المباريات في المدرسة الابتدائية جروسوفنر. قدمت مدرسة تميز في المدينة الدعوة لراين، لكن مع الأخذ في الاعتبار ولاؤه للنصف الأحمر من المدينة، كان دايما بيلبس تيشيرت أحمر، وعلشان كده كان بيتضايق مدربيه. آخر تمانينات القرن العشرين كان مانشستر يونايتد حاله مش ثابت بين الصعود لمراكز الصدارة والمنافسة واللعب في مراكز متأخرة تكفيه بس للبقاء في المنطقة الدافئة في جدول الترتيب. وده اللي أدى لتناقض واضح في رؤية أي محلل ومحب ومشجع للفريق اللي كان بيقوده أليكس فيرجسون قبل ما ياخد لقب سير بسنوات طويلة. صحيح ان فيرجسون دفع ثمن تضحيته بعدد كبير من اللعيبة في اول موسمين عشان يثبت جيل جديد من اللعيبة، الا ان الجيل الجديد شهب مواهب شابة زي مارك هويز، براين ماكلير، بول اينس القادم من وست هام، والمدافعين ستيف بروس وجاري باليستر. في نفس الوقت ده كان في شاب اسمه راين جوزيف جيجز بيبلغ من العمر 17 سنة، وقد لفت انظار الاندية اليه من خلال لعبه الاندية الصغار في سالفود اللي تقع في مقاطعة مانشستر الكبرى. وبالفعل انضم جيجز لتدريبات مانشستر سيتي ولعب معاهم في فئة الشباب، وكان قريب جدا من لعب الفريق الاول لولا ان أليكس فيرجسون اعجب بقدراته وقرر ان يضمه. اضطر السيري انه يكسب ثقة وصداقة والد جيجز وعيلته، واقنعهم بانه يلعب ابنهم في صفوف مانشستر يونايتد بدل مانشستر سيتي. هو ما نجح فيه ووقع والد جيجز على عقود انضمام ابنه لمسرح الاحلام في اولد ترافورد. وصل جيجز الاحتراف في مانشستر يونايتد في نوفمبر 1990، حيث أثبت نفسه في أول ظهور ليه في القسم الأول من بطولة الدوري ضد إيفرتون على ملعب أولد ترافورد في 2 مارس سنة 1991، بحيث نزل كبديل لدينيس إيروين. وكان بداية إشراكه في الموسم التالي في بطولة الدوري حدث لا ينسى، بحيث قام بتسجيل أول هدف له مع مانشستر يونايتد في المباراة اللي انتهت بفوز يونايتد على سيتي 1-0. بدأ المسيرة الكروية بمركز وسط الميدان الأيسر، وكانت أول بطولات جيجز على صعيد الفريق الأول في موسم 91، وده بعد ما فاز مانشستر يونايتد على فريق ريد ستار بلجراد في نهائي كأس السوبر الأوروبي. بيذكر إن جيجز قد حل بديل للنجم لي مارتن، ثم حصل على تاني لقب ليه بعد 5 شهور بس لما فاز اليونايتد في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية على نوتنغهام فورست. والموسم اللي بعده 92-93 ساهم ب 14 هدف ويفوز مع مانشستر يونايتد بأول لقب للدوري الإنجليزي ممتاز، وبدأت السيطرة لليونايتد. والموسم اللي بعده بيساهم ب 20 هدف في فوز يونايتد بالدوري مرة تانية، واللي لعب فيها ساعتها مركز الوسط الأيمن والأيسر وكسكند سترايكر، وبيتمكن من تحقيق لقب الدوري مرة تانية موسم 95-96 بعد ما سجل 10 أهداف وصنع 11. وما تستغربش من الأرقام، لأن الاستثناء في مركز الأجنحة هو اللي بيحصل في العالم حاليا.
وصل الفريق للقمة في موسم 98-99، وده بعد ما توج يونايتد بالثلاثية: لقب دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز. وكانت لمساهماته في تلك الثلاثية عظيم الأثر، منها 6 مساهمات في 7 ماتشات في الأبطال، ومنها الهدف اللي أحرزه مجهود فردي في الدور قبل النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد أرسنال في الفيلا بارك، واللي بيعد واحد من أفضل أهداف يونايتد طوال تاريخه. احتفل راين بمرور 10 سنوات عليه في أولد ترافورد من خلال مباراة ودية ضد كيلتيك في عام 2001-2002. وبعد سنة تيجي المباراة اللي انتهت بالتعادل 2-2 ضد تشيلسي على ملعب ستانفورد بريدج، وبها يصبح اللاعب الثاني على مدار التاريخ اللي لعب 700 مباراة لمانشستر يونايتد، بعد ما ساعد يونايتد في المباراة الدراماتيكية اللي انتهت بفوز الشياطين 1-0 على ملعب ليفربول في مارس 2007. وبعد شهرين بس بيتوج بلقب الدوري الإنجليزي المرة 9 مع يونايتد علشان يحطم الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالدوري الإنجليزي المسجل باسم أسطورتي ليفربول فين نيل وآلان هانسن اللي فازوا باللقب 8 مرات. لعب اللاعب الويلزي دور أساسي في الموسم اللي حصل فيه مانشستر يونايتد على اللقب 2006-2007 بعد منافسة شرسة جدا مع تشيلسي بفرق 6 نقط بس، وشاد بيه كتير جدا من اللعيبة والخبراء على حد سواء. وفي ديسمبر 2007 بعد ما اعتزل اللعب الدولي عشان يركز مع مانشستر يونايتد، فاز جيجز بلقبين مهمين بحيث حصل على وسام الإمبراطورية البريطانية، ده بسبب مساهماته الكبرى في كرة القدم، وسجل هدف 100 ليه في الدوري في فوز الفريق 4-0 على ديربي كاونتي في أولد ترافورد. وفي موسم 2007-2008 وهو 18 ليه مع يونايتد لعب في أغلب مراكز الملعب، وسجل الهدف الثاني في فوز يونايتد في آخر مباراة الدوري ضد ويجن، وسجل ضربة الجزاء الحاسمة اللي فاز بها يونايتد بضربة الترجيح الدراماتيكية على تشيلسي في دور الأبطال اللي اتلعب في موسكو. استمرت مسيرة جيجز مع يونايتد وهو بيسير من نجاح للتاني، وفي موسم 2008-2009 لما انتقل من النجم المخضرم للعب في منتصف الملعب أو خلف المهاجمين كصانع لعب، استمر جيجز في شغل مركزه القديم وهو اللعب على الجناح في موسم 2009-2010 لحد شهر فبراير لما اتصاب بكسر في الدراع بعد تدخل مع ستيف سايدويل لاعب أستون فيلا، وده اضطره للغياب عن الملاعب لمدة 5 أسابيع، وده أدى لغيابه برضه عن مباريات مهمة جدا في أوروبا وبالإضافة لنهائي كاس كارلينج، ولكنه رجع مرة تانية في نهاية مارس عشان يقود اليونايتد لرقب رابع على التوالي. وبعيد ميلاده 36 بيوم اختارته هيئة الإذاعة البريطانية شخصية العام الرياضية في 30 نوفمبر، وهو اليوم اللي تلا عيد ميلاده رقم 36، وبعدها جدد تعاقده مع النادي لموسم تاني. حقق جيجز بعدها إنجاز تاني بحيث تخطى رقم أسطورة يونايتد شارلتون في عدد المباريات بعد لعب المباراة رقم 607 ضد ليفربول في مارس 2011، واستمر في تحقيق الأرقام القياسية في موسم 2011-2012 المخيب لآمال الجميع، واللي شهد نهاية درامية بحيث حقق يونايتد فوز اعتبار حاسم للقب الدوري، وكلف يومها جيجز باللعب خلف واين روني كان على وشك إحراز هدف لولا إنه أنقذه سيمن ماجنوليت، وبيخسروا الدوري في فرق الأهداف مع السيتي هدف أجويرو الشهير. بتم استدعاء جيجز بعدها لقيادة منتخب بريطانيا العظمى خلال أولمبياد لندن، واللي كان بيقوده فنيا ستيوارت بيرس، وهو ده اللي كان بيعني غيابه عن جولة الإعداد الأولى مع مانشستر يونايتد. أي شخص تابع الحدث كان بيظن إن جيجز هيعتزل بعده مباشرة، لأن وجهة النظر دي ثبت عدم صحتها بعد عدة أشهر، بحيث نجح جيجز بالرغم من بدايته البطيئة نوعا ما في موسم 2012-2013 في انه يلعب دور مؤثر في أولد ترافورد، لا سيما من بداية ديسمبر لنهاية الموسم. الجدير بالذكر ان النجم الويلزي وصل لمباراة رقم 1000 في كل مشاركاته خلال مباراة ريال مدريد، واللي جت بعد توقيعه على عقد جديد لمدة سنة مع مانشستر يونايتد. زي ما احنا عارفين اتمكن اليونايتد من تحقيق لقب الدوري الأخير ليه مع مانشستر يونايتد وكمان مع السير أليكس فيرجسون. بيوصل الأسطورة سن 39 ورغم كده ما بانش على جيجز أي علامات تظهر تراجع في رغبته المستمرة لحجز البطولات، ومثل موسم 2013-2014 بداية جديدة لويجز واليونايتد، بحيث جيجز لعب تحت قيادة المدير الفني الثاني له فقط خلال تواجده في يونايتد بعد ما تولى ديفيد مويس اللي درب فعليا لمانشستر، وانضم ساعتها للجهاز الفني لمويس، ولكنه واصل اللعب بحيث شارك في 22 مباراة خلال الموسم الشاق والعقيم لمانشستر يونايتد. بعد ما رحل مويس عن يونايتد قرب نهاية الموسم طلب من جيجز انه يتولى مقاليد الامور في الفريق خلال المباريات الاربعه الاخيره المتبقيه بصفه مؤقته. وخلال حفل توزيع جوائز نهايه العام في مايو حصل جيجز على جائزة خاصة نتيجة الحصول على العدد الأكبر من الألقاب في تاريخ مانشستر يونايتد، وكان الفيديو الخاص اللي تم عرضه خلال الاحتفالية واللي تتضمن إشادات جيجز من عظماء الكورة زي بيليه، كريستيانو رونالدو، أليساندرو ديل بيرو، مسافة الاعتراف بمكانة جيجز بين عظماء الكورة على مر العصور. وقد كانت هذه الاحتفالية بمثابة الختام الرائع لمسيرته الملحمية والمميزة كلاعب وأسطورة
في كرة القدم. لو وصلت لحد هنا فشكرا ليك جدا على متابعتك لاخر الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان دايما يوصلك كل جديد، وده ترشيح من اليوتيوب لفيديو ممكن يعجبك. كان معكم احمد ثابت والسلام عليكم.